السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. طبعا بعتذر عن صوتي، واللي يعرف اي حاجة لصوتي اللي رايح دوت ارجعه ازاي يقولي بسرعة يعني. كان عندي دور برد وساب اثره ان انا مش عارفة صوتي يرجع تاني. فصوتي الرقيق الصغير معرفش راح فين، ده مش صوتي. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يلا بينا نعمل مع بعض الكيكه القمر ديت، كيكه بالشوكولاته حلوه قوي قوي ومكوناتها سهله جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدا اعملوا لايك كده جميل زيكم. اول حاجه هنجيب 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ وهنحطهم في الخلاط. وطبعا لما حطينا بيض لازم نحط فانيليا، ممكن فانيليا اكياس او سايله. وهنحط كوبايه من الزيت، وهنحط كوبايه من اللبن، وكوبايه ونص من السكر او كوبايه وربع على حسب الرغبه. لو عايزينها مسكره قوي كوبايه ونص، لو عايزينها عاديه كوبايه وربع. هضربهم كويس جدا في الخلاط ونبدا نجهز المواد الجافه، اللي هي عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم نص كوبايه من الكاكاو او علبه كاكاو اللي هي الكورونا ديت حلوه قوي، او اي كاكاو خام عندنا. يعني نحط منه نص كوبايه او العلبه كلها، لان العلبه اصلا مبقاش فيها اي حاجه، يعني هي دوبك. هنا كنت بوريكم ان انا بقى حطيت بقيه العلبه عشان عايزه اللون بتاع الكيكه يبقى يعني غامق اكتر. وهنحط كيس من البيكنج باودر او باكو من البيكنج باودر، وهنقلب المواد الجافه كويس جدا مع بعض. وكمان هنحط الخليط بقى، هنضربه ضربه كمان قبل ما نحطه، وهنحطه على المكونات الجافه وهنقلب كويس جدا. شايفين سهله جدا ومخدش اي وقت خالص. ولو عايزين السمك بتاعها اقل من كده واللون بتاعها اغمق من كده، هنحط بدل كوبايتين ونص دي كوبايه واحده من الدقيق، وهعملها معاكم فيديو. خلاص كده هنقلبها كويس قوي قوي، يعني على قد ما تقدروا بالمضرب اليدوي دوت. طبعا ما كانش ينفع نحطها في الخلاط لان زي ما انتم شايفين القوام بتاعها تقيل شويه. خلاص هنتاكد بقى ان مفيش اي تكتلات في الدقيق، احنا كده كده نخلينه، بس لازم ان احنا برضو نقلبه كويس جدا لحد ما نتاكد ان مفيش اي تكتلات. هنجيب بقى صينيه مدهونه زيت، وهنحط فيها الخليط بتاعنا. طبعا هنكون مشغلين الفرن على 180، وهنساوي الصينيه كده عشان تطلع بشكل مستوي. وهنحطها في الفرن حوالي 35 دقيقه وهتبقى بالمنظر الرائع دوت. هي عملت جناب كده عشان كانت يعني محطوطه معوجه في الفرن وانا ما خدتش بالي. هقلبها بقى على الوش التاني بعد ما تبرد وهخرمها كده. التخريمه دي بتطلع السخونيه اللي فيها، وكمان هنعمل صوص شوكولاته حلو قوي دلوقتي، فهتخليها ان هي تدخل جوه الكيكه. قبل ما نستخدم القالب بتاع الشوكولاته هنبشر شويه كده للتزيين. هنا الشوكولاته كنت سايباها بره شويه في الحر دوت، فلقيتها ساحت فما بشرتش معايا بشكل كويس يعني. بس برضو حاولت ان انا ابشرها يعني على قدر الامكان. بس طبعا لو هنبشر الشوكولاته يا ريت ان احنا نكون مطلعينها من التلاجة. هنحط بقى الباقي في اي مج عندنا او اي طبق، وهنحطه في الميكروويف دقيقه واحده هنلاقيه ساح. واللي احنا بشرناه هنحطه في الفريزر لحد ما نزين الكيكه بتاعتنا عشان يجمد شويه. خلاص كده بعد دقيقه بالظبط الشوكولاته بتاعتنا ساحت. هنقلبها كده في بعضها، ما نسيبهاش اكتر من دقيقه في الميكروويف عشان ما تسحش. ولما عندناش ميكروويف هنحط ميه تغلي على النار ونحط طبق فيه الشوكولاته وهنسيبه بقى على يعني حمام بخار كده، هنلاقوها ساحت برضو بقت بالمنظر الجميل دوت. هنبدا نوزعها بقى كويس جدا بالاسباتيولا زي ما انتم شايفين كده، واي حاجه ناعمه عندنا عشان السطح بتاعها يبقى متساوي. عايزه اقول لكم كانت هشه جدا وجميله، ويعني السمك بتاعها حلو قوي. خلاص هنقعد بقى نسوي فيها على قدر الامكان. وهنا بقى جبت اللي هي قطعات العجين ديت وبدات ان انا اسوي فيها عشان تطلع الشكل النهائي كويس يعني. وهنبدا برضو نحط في الاطراف على قدر الامكان. وهنجيب بقى الشوكولاته اللي احنا كنا سايبينها في شويه في الفريزر تجمد، هنزين بيها الوش كده زي ما انتم شايفين، هتدي شكل حلو قوي. ولو مش عايزين الخطوه دي براحتكم جدا، بس احنا قلنا يعني نعمل اي شكل من فوق كده. خلاص لحد هنا الخطوات سهله جدا ومخدش معانا وقت خالص، ويعني في نص ساعه تكونوا عاملينها. خلاص كده شايفين ده لونها الحقيقي من قريب، قلت اقرب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا لونها الحقيقي. لون الشوكولاته كان حلو قوي. دلوقتي بقى استنى لحد ما تهدى شويه لان الشوكولاته كانت سخنه وكانت شبه سايحه، فسيبناها بره التلاجة، مش هنحطها جوه التلاجة، هنسيبها بره التلاجة تهدى شويه عشان تبقى جوسي كده معانا. وبعد كده هنبدا نقطعها، ويستحسن ان احنا نقطعها بسكينه مشرشره عشان تتقطع معانا بسهوله وما تتفرولش. شايفين بقى شكلها كان رائع جدا. شايفين
وزي ما قلت لكم ما خدتش وقت مننا خالص، وخلاص احنا زهقنا من كيكه البرتقال. انا كل حين واخر كده بحب اعمل لهم كيكه شوكولاته من باب التغيير. تعالوا بقى نشوف السمك بتاعها قد ايه. طبعا ديت سندس اختي، كانت واقفه بالطبق مستنيه ان هي تاكل. يعني عشان هي نجحت وكده فعملنا لها كيكه الشوكولاته، يعني باركولها بقى كلكم في التعليقات، قولها مبروك. وهي داخله على ثالثه ثانوي ازهر، فادعوا لها كتير بقى، محتاجه دعوات من هنا للسنه الجايه. هنا بقى كانت عاجباها جدا ومنبهره بيها، وبعدها بعد ما خلصت التصوير خدت الطبق وجريت اصلا. شايفين بقى السمك بتاعها؟ انا قلت اقرب لكم عشان تشوفوا السمك بتاعها حلو ازاي. ولو عايزين سمك اقل زي ما قلت لكم قللوا الدقيق. حلو قوي. وده كان رأيي سندس في الكيكه. وكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون ما طولتش عليكم. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه الحلقه الجايه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه، وادعوا لي ان صوتي يرجع تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.